بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل عليكم جميعا. النهاردة هنخش على طول على ازاي بقى نبدأ اولى خطواتنا في ان احنا نعمل متجر الكتروني على ايزي اوردر. لما بتضغط على اللينك اللي انا سايبه لك تحت البوست او تخش على اشتراك مجانا من هنا، بتروح على الصفحة اللي بتنشئ فيها الاكونت بتاعك مبدئيا على ايزي اوردر. بتدخل شويه بيانات. اول حاجه عايز اسم موقعك ايه، فاحنا هنعمل مثلا ستور، هنسميه مثلا طقطق على اسم الكورس بتاعنا. يلا، من طقطق السلام عليكم. فهنشوف هل في طقطق ات او دوت ايزي اوردر دوت نت افيلبل او متاح ولا لا. برجاء اختار العمله، هل انت بتبيع في مصر فهتسيب العمله بالجنيه المصري، ولا لا انا عايز تبقى بالريال فتسيرش على الريال السعودي مثلا، لا انا ببيع في الامارات فعايزها بالدرهم، وهكذا. فاحنا هنبيع يا عم مثلا وليكن في مصر، فهناخد الجنيه المصري. تمام. طيب، اسمك بقى واسم العائلة زي ما انت عايز، دخل اللي انت عايزه. حط رقم تليفونك، هحط اي رقم باي ذا واي. حط الايميل اللي هتعمل بيه لوجن، يعني الايميل اللي هتعمل بيه لوجن. هسميه مثلا طقطق كورس @gmail.com. طبعا يفضل يكون ايميل حقيقي عشان لو في اي لحظة طلب منك اي فيريفيكيشن ولا حاجة يبقى انت تمام. هتحط هنا الباسورد بتاعك، تحطه هنا مرة تانية. تمام. وقول له انشاء حساب. ناخد بس كده الميل ده كوبي عشان انا مش هنساه، ما انساهوش. ممكن نعمل سيف جوه البراوزر. شكرا، تم انشاء الحساب. وبتدخل على الداشبورد الجديده على طول. دلوقتي كان في داشبورد قديمه كانت شكلها مختلف عن كده، ولكن هو خلاص دلوقتي بيدخلك على الداشبورد الجديده. طبعا شكلها رائع. طبعا بقى لما يكون في اوردرات بتلاقي الدنيا ظريفه. هو دخلني على الاكونت تاني من بتوعي، انا اسف. انا لقيت اوردرات هنا فاتربيت. فلحظه هعمل ساين اوت وادخل على اكونت تاني. تمام، الحمد لله. دخلنا على الاكونت الجديد بتاعنا. اوكي، تمام زي الفل. آه، ده زي ما كنت لسه بقول لك الداشبورد او الصفحه الجديده اللي عاملها، اللي هي لوحه الاحصائيات او لوحه التحكم الرئيسيه اللي بيظهر فيها كل الاوبشنز اللي انت عايزها. لو انت عايز تخش من هنا على طول على المحفظه، اقسام، منتجات، يعني في هنا شورت كاتس كده او حاجات يعني تسهل عليك. طبعا احنا هنشرح كله بالتفصيل فما تقلقش. طبعا بيقول متجرك غير فعال، لان طبعا لسه ما اتشحنش فيه اي رصيد. طبعا عشان يطلع اونلاين لازم تشحن فيه رصيد $5 على الاقل، اللي هو اقل قيمه للشحن. طبعا $5 دول مش بيروحوا منك على الارض، دول بتستخدمهم في عمل اوردرات. يعني زي ما اتفقت معاك ان كل اوردر بتعمله بيكون ب2 سنت. $5 دول يقضوك حبه حلوين. يعني $5 دول على في كام؟ لا سوري اسف، 5 على، انا اتلخبطت ليه، 5 على 2% يقضوك حوالي 250 اوردر. فزي الفل. طيب خلاص، انت احفظها كده، كل 50 اوردر بدولار. حسب بقى الدولار سعره كام، بس خلاص هو كل 50 اوردر بدولار. طيب، هنا بقى بيبدا يطلعك احصائيات كده ظريفه. جالك كام زياره. طبعا انت ممكن تغير بقى التواريخ دي. انا عايز مثلا اخر 30 يوم، الاسبوع ده، الشهر ده، السنه دي، السنه اللي فاتت. انا عايز من يوم 7 ليوم 10. يعني اختار بقى اللي انت عايزه واقعد العب براحتك في التواريخ. يطلع لك كام زياره، كام اوردر، متوسط سعر اوردرات كام مره حد عمل اد تو كارت او اضافه للسله، كم مره حد عمل انيشيت تشيك اوت او بدء الشراء، كم حد عمل كروس سيل، في كم طلب جديد، كم طلب غير مكتمل، معدل التحويل قد ايه، المعدل الايرادات المفقوده قد ايه، وده هنشرحه، اجمالي ايرادات واوصاف الربح. طبعا كل الكلام ده بيطلعه لك على اللوحه. لما يبدا يجي لك اوردرات يبدا تلاقي بقى هنا ارقام تظهر، بيكون منظرهم ظريف. طبعا هنا كل حاجه لسه مصفره، مش طالع اي حاجه عشان لسه المتجر جديد، ما عملناش فيه اي حاجه. طيب النهارده هنشرح ايه ببساطه شديده، ان احنا النهارده هنشرح ازاي نخلي المتجر بتاعنا فعال. ازاي ان انا هروح على
حته هنا على الجنب اسمها محفظتك. طيب برضو سريعا قبل ما اروح الحته دي، انت هنا عندك شويه حاجات على الجنب، هي دي اللي احنا بنشتغل عليها فقط. حتى هي دلوقتي هي اصلا مدمجه مع بعضها وبقى شكلها اقل بكثير من زمان. زمان كان في بتاع 60 واحده تقعد تفتح فيهم، هم ما شاء الله عليهم دمجوهم. فهنا في خانه اسمها الطلبات تحتها حاجات، خانه اسمها المنتجات تحتها حاجات، فانلز لوحدها، ادوات التسويق تحتها حاجات كتير جدا، محفظتك والتطبيقات. ده اغلب وطبعا في تحت الاعدادات دي برضه هنبص عليها. طبعا احنا مش هنسيب واحده من دول الا لما نبص عليها عشان اخليك قادر ان انت تتعامل مع كل الاوبشنز اللي موجوده جوه ايزي اوردرز. اول حاجه النهارده هنروح عليها هي محفظتك. اشمعنى؟ عشان المتجر غير فعال. فاول قبل اي حاجه افعل المتجر بتاعي عشان ابقى جاهز ان انا اشوفه. لان لو فتحته دلوقتي بص اهو، رقم متجرك طقطق.myeasyorder.com، لو فتحته كده هيقول لي المتجر غير فعال، فاي حاجه هنزلها مش هعرف اشوفها. لو نزلت برودكتس، لو نزلت اقسام، نزلت عملت لاندنج بيجز او صفحات هبوط، تعمله مش هيبان لك اي حاجه. فاول حاجه نروح على محفظتك ونروح على رصيدك. في رصيدك بيبان الرصيد بتاعك اللي هو الرصيد الحالي، او لو انت سالب اصلا فبيبان هنا في مستحق الدفع، او المعاملات بيبان فيها كل اللي انت حولت، جددت، اشتركت وهكذا. فبنروح على رصيدك زي ما قلت لك، بيبان عندك اوبشن من اتنين، يا اما ان انا اشحن بمحفظه الكترونيه، يا اما ان انا اشحن ببطاقه ائتمانيه. طيب ايه الفرق بين الاتنين؟ خليني اقول لك ايه الفرق بين الاتنين. الشحن بالبطاقات الائتمانيه في ميزتين مش موجودين في المحفظه الالكترونيه. اول حاجه ان $5 ب$5. يعني ايه؟ يعني لو انت رحت تشحن $5 تروح شحن محفظتك، تكليك هنا كده هيفتح لك صفحه من سترايب. سترايب ده هو الموقع الاكثر امانا على مستوى العالم، فما تقلقش خالص من ان انت تحط فيزتك هنا وتحط بيانات الفيزا، رقمها والاسم اللي على الكارت وتاريخ الانتهاء اللي هو الشهر والسنه، والكود اللي ورا اللي هو الثلاث ارقام. تحط هنا الاسم والحاجات دي كلها وتقول له باي. وممكن تحط هنا ايميل عشان يجي لك ايميل لما يتم الدفع. بتقول له باي، ايه اللي بيحصل؟ بيلود، وفي ساعتها بتلاقي الرصيد هنا بقى $5 على طول. فاول ميزه انه اول ما بتشحن بالبطاقه الائتمانيه او بالكريدت كارد بتاعتك او بالفيزا او بالكارت بتاعك، الرصيد هيسمع على طول هنا في الرصيد. ليه؟ لان هو حصل عمليه تمت اونلاين. اما فودافون كاش طبعا لازم تروح تحول على رقم من هذه الارقام، وهم عاملين ما شاء الله هنا تكليك عليه تاخد كوبي على طول. تاخد كوبي تبعته لنفسك على الموبايل، تحول له وبعدين تاخد سكرين شوت من التحويله وتروح تكلم ايزي اوردر، صفحه ايزي اوردر على الماسنجر. عفوا، تروح تكلم صفحه ايزي اوردر على الماسنجر. هتلاقي هنا في تقريبا لو انت ضغطت هنا ممكن تكلم او من السبورت هنا، او تبعت لهم على الماسنجر زي ما انت عايز، اي واحده من الاثنين، وتقول لهم انا حولت من الرقم ده وادي سكرين شوت من التحويل والرابط المتجر بتاعي اللي هو طقطق.myeasyorder.com. تبعت لهم الثلاث حاجات دول، سكرين شوت من التحويل والرقم اللي حولت منه ورابط المتجر بتاعك. هي دقيقه دقيقتين هيردوا عليك. هم بيشتغلوا ما شاء الله، يعني بيردوا فورا، وبيشتغلوا من 10 الصبح لحد 12 لحد 2 بالليل، فتمام ممتاز جدا. هيردوا عليك يقول لك حاضر بنتشيك، خلال اقل من دقيقه هتلاقي رد عليك ضن يا باشا. بتروح هنا تعمل ريفرش تلاقي الاوردر، تلاقي الرصيد بتاعك جالك وانت زي الباشا. يبقى اول فرق بين التو اوبشنز ان لو انا دفعت اونلاين الرصيد هيطلع هيسمع اونلاين، شكرا، مش هحتاج اكلم حد ولا حد يكلمني. طب لو انا عايز اشحن الساعه 4 الفجر، اشحن اونلاين من البطاقه الائتمانيه، الرصيد هيسمع في ساعتها ومش محتاج تكلم حد. لكن لو الساعه 4 الفجر هتضطر تستنى لحد الصبح لحد ما يردوا عليك ويشحنوا لك. ده اول فرق بين الاثنين. الفرق الثاني هو انه البطاقه الائتمانيه ما بينطبقش عليها الفات اللي هي ضريبه القيمه المضافه، وبالتالي لو انت عايز تشحن ب$5 هتدفع $5 فقط. يعني لو سعر الدولار في البنك مثلا 48 جنيه فهيبقى ده القيمه اللي انت الحقيقيه اللي هتدفعها 240 جنيه. لكن بالمحفظه الالكترونيه غالبا بيتضاف عليها فات، لان انت بتحول له عشان تشحن $5 بتحول له 284 جنيه. خلي بالك الرقم ده بيتغير كل يوم،
يعني لو عملت ريفرش مثلا بكره ممكن تلاقي الرقم ده مثلا بقى 280 290 على حسب سعر الصرف اللي بيتغير يوميا. فلو انت قسمت 284 على 5 يبقى هو تقريبا حاسب لك الدولار ب 56.8. ليه؟ لانه ضايف عليه القيمه المضافه اللي هي 1.14 اللي هي اسف 14%. يعني بالبلدي النهارده لو الدولار ب 50 جنيه فهو بالقيمه المضافه بالظبط يقف ب 57 بالظبط. هو مثلا الدولار لو ب 49 جنيه النهارده بالقيمه المضافه بتاعته يقف ب 55 جنيه وشويه. فالخلاصه يا صديقي ان انت بتخش قبل ما تشحن تشوف الرقم اللي هنا كام وتحول لهم. لو انت حولت له 284 جنيه هو مشكورا هيشحن لك ب 5 دولار. لو انت حولت له 568 جنيه هو مشكورا هيشحن لك 10 دولار وهكذا، 20 دولار 50 دولار وهكذا. طبعا لو انت عايز تشحن باكتر من 50 دولار ما انصحكش. انت ممكن ب 50 دولار تعمل اشتراك زي ما اتفقت معاك من شويه، تعمل اشتراك يخليك تاخد شهر كامل من الاوردرات المجانيه. هم بال 50 دولار دول فقط. بتعمل ايه؟ هتحول لهم 2839 جنيه ده بسعر النهارده. انت ساعتها ساعه الاشتراك هتشوف بكام بالظبط وتحول لهم الكاش يشحن لك رصيدك ب 50 دولار. بعد ما تشحن رصيدك ب 50 دولار هتروح تكلمهم وتقول لهم انا عايز اشترك، او هتيجي هنا على اليمين على الحته الخضراء دي اللي هي اشترك في الباقه المميزه، اضغط عليها اهو. بيقول لي الخطه بتاعه ال 50 دولار الشهري دي انت بتاخد عدد غير محدود من الطلبات لمده شهر بالظبط. ممكن تقول له اشترك الان، طبعا لازم يكون ساعتها عندك انت 50 دولار في الرصيد، فتقول له تاكيد شكرا بيتم الاشتراك وبيبدا خلاص ما يخصملكش 2 سنت على كل اوردر. هو يديك الاوردرات دي مجانيه لمده شهر كامل ان شاء الله. يا رب تدخل مليون اوردر. خلاص انت مثبت معاهم 50 دولار في الشهر. تعالى يلا نعمل تجربة عملية حالا دلوقتي. أنا هحول على رقم من الأرقام دي 5 دولار، هحول 284 جنيه وهطلب من السبورت إن هو يشحن لي الأكونت. أنا همسك موبايلي حالا أهوت وهحول عليهم 0 10 3 4 1 0 2 8 7 4. متأكد منه 0 10 3 4 1 0 2 8 7 4. هنحول كام؟ 2 8 4. أنا بحول حاليا أهو. دخل الباسورد، تم تحويل الفلوس شكرا. هاخد سكرين شوت من المسج اللي جات لي وهروح زي ما قلت لك على الماسنجر دلوقتي. اسيرش على ايزي اوردر، كنت مكلمهم كذا مره قبل كده. ادي البيج بتاعتهم. مساء الخير. هبعت له سكرين شوت اللي انا خدتها. ادي السكرين شوت وهقول له الرقم اللي انا حولت منه، وهقول له تالت حاجه ايه هي رابط متجرك هو، وممكن اخده كوبي كده من هنا. رابط متجرك هو، ممكن اشحن من فضلك. هو رد عليا وقال لي رابط متجرك ايه. ماشي يا سيدي. يعني تجربه عمليه حالا اهو وانا قدامك. هنشوف احنا حولنا الساعه كام. حولنا الساعه 10:44 اهو. لو اهو ادي المسج هنا مبعوثه الساعه 11 اسف 11:44. خلينا نشوف. هو رد عليا قال لي رابط متجرك فين. كنت انا لسه بعته له اوريدي. هنشوف حالا بالا. انا مش مظبط معاهم والله يعني حالا بالا هنشوف ايه اللي حصل. يا سلام، تم الشحن الساعة 11:45. نروح كده نعمل ريفرش اهو. الحساب زيرو
نعمل ريفرش، الحساب فيه $5، والمسج اللي كانت ظاهره لي هنا بتاع ان المتجر غير فعال كانت ظاهره لي هنا، كانت ظاهره لي بره على الرئيسيه، خلاص اتشالت، المتجر اصبح فعال. ولو رحت عملت ريفرش دلوقتي على المتجر بتاعي هلاقيه موجود اهوت، وهو رافع لي كده حاجات يعني فور اكزامبل بقى، شويه منتجات وشويه حاجات كده مرفوعه تيست، عشان بس تعمل منظر مبدئي للويب سايت بتاعك او المتجر بتاعك. كده احنا شحنا الاكونت بتاعنا. يلا بقى نقدر الفتره الجايه ان احنا نضيف بقى المنتجات ونضيف الحاجات والصفحات ونبدا نشتغل مع بعض. ده كان شرحنا النهارده ليه ازاي نسجل ونشحن الاكونت بتاعنا ونفعل الاكونت بتاعنا على ايزي اوردر. يلا بينا الفيديو الجاي اشوفك فيه على الف خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.